تخيل لعبه بطلها ما فتحش بقه من اول ما تشوفه لغايه لما تخلص اللعبه، تغير تاريخ صنع العاب عالم المفتوح للابد، وتعتبر من اكبر العاب الجيم تشينجر في التاريخ. وهنا انا بتكلم على جي تي اي 3. جي تي اي 3 نزلت 2001 وكانت حرفيا بدون اي مجامله مكسره الدنيا، وكانت بجد اول لعبه تدخل لروك ستار ملايين، رغم ان بطل القصه حرفيا اخرس ما بيتكلمش، وده لان الشركه ركزت تماما على المدن والعربيات والعالم المفتوح. والغريب ان احنا ما حسيناش ان في اي حاجه غلط خالص. لكن انا هشرح قصه جي تي اي 3 لان اللعبه فيها كميه سوداويه وغموض غير طبيعي. غموضها وسوداويتها بيجي من البطل السامر السايلنت اساسين اي كي اي كلود، وليه ده يعتبر من اخطر المجرمين في تاريخ جي تي اي كلها، وده اللي هشرحه النهارده في قصه جي تي اي 3.